مقروءات من التراث الصوفي. مقروءات من التراث الصوفي، حكم وعبر من كتب رجالات التصوف. مقروءات من التراث الصوفي، قراءة رفقة الأستاذ أحمد الورعيني في رحاب حلية الأولياء وطبقة الأصفياء للإمام الحافظ أبي نعيم الإصفهاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن لأولياء الله تعالى نعوسا ظاهرة وأعلاما شاهرة ينقاد لموالاتهم العقلاء والصالحون، ويغبطهم بمنزلتهم الشهداء والنبيون، وهو ما حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا مالك بن إسماعيل وعاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. فقال رجل: من هم وما أعمالهم لعلنا نحبهم؟ قال: قوم يتحابون بروح الله عز وجل من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها بينهم، والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبو نعيم في الحلية. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الإصفهاني. وقال فيها رحمه الله: الحمد لله محدث الأكوان والأعيان ومبدع الأركان والأزمان ومنشئ الألباب والأبدان ومنتخب الأحباب والخلان، منور أسرار الأبرار مما أودعها من البراهين والعرفان، ومكدر جنان الأشرار بما حرمهم من البصيرة والإيقان، المعبر عن معرفته المنطق واللسان، المترجم عن براهينه الأكف والبنان، بالموافق للتنزيل والفرقان، والمطابق للدليل واللسان. فألزمهم الحجة بالقادة من المرسلين، وأبهج المنهج بالسادة من المحققين الذين جعلهم خلفاء الأنبياء وعرفاء الأصفياء المقربين إلى الرتب الرفيعة، والمنزهين عن النسب الوضيعة، والمؤيدين بالمعرفة والتحقيق، والمقومين بالمتابعة والتصديق،
معرفة تعقب لمعرفتهم موافقة، وتوجب لحكم نفوسهم مفارقة، وتلزم لخدمة مشهورة معانقة، وتحقق لشريعة رسولهم مرافقة. وصلى الله على من عنه بلغ وشرع، وبأمره قام وصدع، ولمتبعيه غرس وزرع، محمد المصطفى المصطنع، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحابته المنتخبين وسلم. أما بعد، أحسن الله توفيقك، فقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى ما ابتغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم، وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم. محليا الحلقة. يزيد بن مرتد وشفي بن ماتع الأصبحي رضي الله عنهما. أما يزيد بن مرتد فقال فيه الشيخ أبو نعيم رحمه الله: ومنهم البكاء الموجد يزيد بن مرتد. ثم حدث الحافظ عن عجيب أحوال هذا البكاء الوجل فقال: حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي. تحويل: وحدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو يحيى الرازي حدثنا محمد بن مهران قال: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد بن مرتد: ما لي أرى عينك لا تجف؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعني به. قال: يا أخي، إن الله قد توعدني إن عصيته أن يسجنني في النار، والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حريا أن لا تجف لي عين. قال: فقلت له: فهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسى الله أن ينفعني به. فقال: والله إن ذلك لا يعرض لي حين أسكن إلى أهلي، فيحول بيني وبين ما أريد، وإنه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله، حتى تبكي امرأتي ويبكي صبياننا ما يدرون ما بكاؤنا، ولربما أضجر ذلك امرأتي فتقول: يا ويحها، ما خصصت به من طول الحزن معك في الحياة الدنيا، ما لي معك تقر عين. ونقل الإمام ما حكاه مسبل الدمع هذا من قول سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا السلام في مناجاته فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق حدثنا أبي حدثنا محمد بن إدريس حدثنا سليمان بن شرحبيل حدثنا حاتم بن شوفي أبي فروة الهمداني قال: سمعت يزيد بن مرتد يقول:
كان بكاء بني إسرائيل يقول: اللهم لا تؤدبني بعقوبتك وتمكر بي في حيلتك ولا تواخذني بتقصيري عن رضاك. عظيم خطيئتي فاغفر لي، ويسير عملي فتقبل مني. كما شئت تكن مسألتك، وإذا عزمت تمضي عزمك. فلا الذي أحسن استغنى عنك ولا عن عونك، ولا الذي أساء غلبك، ولا الذي استبد بشيء يخرج به من قدرتك. فكيف لي بالنجاة ولا توجد إلا من قبلك. إله الأنبياء وولي الأتقياء وبديع مرتبة الكرامة، جديد لا تبلى، حفيظ لا تنسى، دائم لا تبيد، حي لا تموت، يقظان لا تنام. بك عرفتك وبك اهتديت إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. تباركت وتعاليت. ثم حدث المؤلف عن صنيع المترجم له لما علم بعزم الوليد بن عبد الملك على أن يوليه القضاء، فقال: أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم في كتابه، حدثنا أحمد بن هارون، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا محمد بن وهب، حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الوضين بن عطاء قال: أراد الوليد بن عبد الملك أن يولي يزيد بن مرتد، فبلغ ذلك يزيد بن مرتد، فلبس فروه قد قلبه، فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا، وأخذ بيده رغيفا وعرقا، وخرج بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف، وجعل يمشي في الأسواق ويأكل الخبز واللحم. فقيل للوليد: إن يزيد بن مرتد قد اختلط، وأخبر بما فعله فتركه. وبفراغه من هذا الخبر انتهى صاحب الحلية إلى النص على إسناد هذا التابعي الجليل عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي ذر، والتحديث بثلاثة أحاديث له عنهم، ثم انتقل إلى المحلى الموالي شفي بن ماتع الأصبحي، فقال فيه: ومنهم العامل الخفي شفي بن ماتع الأصبحي، وساق بعض الكلمات المأثورة عنه فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا ابن لهيعة عن قيس بن رافع عن شفي الأصبحي قال: تفتح على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى يفتح عليهم خزائن الحديد. وقال أيضا: حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا ابن المبارك، حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن شفي الأصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. وقال كذلك: حدثنا أبي وأبو محمد بن حيان قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا ابن وهب، أخبرني إبراهيم بن نشيط عن عمار بن سعد عن شفي الأصبحي قال: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة،
وزاد رحمه الله فحدث عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن شجرة أبي محمد عن شفي قال إن الرجلين ليكونان في الصلاة مناكبهما جميعا ولما بينهما كما بين السماء والأرض، وإنهما ليكونان في بيت صيامهما واحد ولما بين صيامهما كما بين السماء والأرض. ولما وجد ثمة من يقول بأن هذا الأصبحي كانت له صحبة، روى له الشيخ حديث عذاب من مات وفي عنقه أموال الناس، ومن لا يتطهر من البول الذي يصيبه، ومن يستلد الرفث، ومن يأكل لحوم الناس، وهو كما أفاد حديث لم يروه الغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الذي رواه به شفي، وفيه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 4 يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون ما بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والتبور، ويقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه إلى آخر الحديث. هذا ثم إن الإمام أبا نعيم ختم ترجمة الرجل بذكر إسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة، وروى له عنهما في المجموع 4 أحاديث جاء في أول ما يرويه منها بلفظ الليث بن سعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال للأيمن هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم شيء ولا ينقص منهم أحد. وقال للذي بيده اليسرى هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلأي شيء نعمل إن كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قبض في يديه فقال قد فرغ ربكم من العباد، وقال بيده اليمنى طريق في الجنة وبيده اليسرى وطريق في السعير. قال الإمام أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة حدثنا أبو عبيدة محمد بن أحمد بن المؤمل وحدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا محمد بن إسحاق بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني عبدي أعطيته، ولئن استعاذني لأعدته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته أو مساءته. وقال الإمام أيضا: اعلم أن لأولياء الله تعالى نعوتا ظاهرة وأعلاما شاهرة ينقاد لموالاتهم العقلاء والصالحون، ويغبطهم بمنزلتهم الشهداء والنبيون، وهو ما حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا مالك بن إسماعيل وعاصم بن علي قال: حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. فقال رجل: من هم وما أعمالهم لعلنا نحبهم؟ قال: قوم يتحابون بروح الله عز وجل من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها بينهم، والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رزقنا الله تعالى ما رزقهم من الإقبال عليه والانقطاع إليه، وجمعنا وإياهم بطوله في سائر أرضه وبحبوحة جنته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والصلاة على من عنه بلغ وشرع وبأمره قام وصدع ولمتبعيه غرس وزرع، محمد المصطفى المصطنع، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحابته المنتخبين وسلم. مقروءات من التراث الصوفي. مقروءات من التراث الصوفي
حكم وعبر من كتب رجالات التصوف. مقروءات من التراث الصوفي، قراءة رفقة الأستاذ أحمد الوريمي في رحاب حلية الأولياء وطبقة الأصفياء، للإمام الحافظ أبي نعيم الإصفهاني.